خمول الغدة الدرقية، وده يعني شيء منتشر جدا واتسألنا عليه كتير جدا. حزمة جرجير تغسل جيدا، هتنستغرب قوي كتير. حزمة جرجير، الجرجير يحتوي من اليود كمية كافية، واحنا ناخده تفرم طازجة في الخلاط، وهناخد منها كوب عصير بعد الغداء يوميا، وتحضر مباشرة حتى لا يحدث أكسدة للمعادن اللي احنا محتاجينها والحديد اللي احنا محتاجينه واليود اللي موجود. تشرب مباشرة بعد الغداء. حزمة جرجير تغسل جيدا وتفرم ويغسل، نشرب منها كوب عصير بعد الغداء يوميا. الخطوة الثانية في خمول الغدة الدرقية، طحلب بحري يسمى طحلب الفوقس البحري. طحلب الفوقس البحري أو الفوقس كما يسميه البعض. طحلب الفوقس البحري أو الفوقس البحري هناخد منه معلقتين كبار على كوب من الماء المغلي، تؤخذ يوميا. الخطوة الأخيرة حب الرشاد معلقة سفوف 3 مرات بعد الأكل. ده خمول الغدة الدرقية. بشكر لحضراتكم حسن المشاهدة.